محتاج أعرف من حضرتك ما هي صفات الشخصية النرجسية، ودايما أسمع إن هم زي الشياطين، فعايزة توضيح من حضرتك كيف نتعامل معهم. عندنا إشكالية كبيرة جدا بتواجهنا في العصر اللي احنا فيه، وهو إن المعلومات كترت قوي، فبقى احنا بنشخص بعض بالاضطرابات التي تحتاج إلى طبيب نفسي، طبيب نفسي متمرس كمان. وبالتالي الشخصية النرجسية هي شخصية لا يصعب العيشة معاها جدا، وبعض العلماء يقولوا ان علاجها صعب جدا وقد يكون ليس لها علاج. فلو انت تسرعت بتشخيص مراتك او انت شخصتي جوزك او حد شخص ابوه وامه ان هم نرجسيين، انت كده بتجني على نفسك. وبالتالي في النارسيسستيك بيرسوناليتي ديس اوردر، اضطراب الشخصيه النرجسيه، موجود عند عديد من الناس، بس لا يشخص الا من طبيب ماهر شاف هؤلاء الناس واستمرت معاهم الصفات دي. هي صفات لها علاقة جدا بالإحساس المبالغ بالأهمية في الذات. تقول لي فلان كده، لا استنى، يجب أن تنجمع كل الصفات فيه وتستمر وتكون بتأثر جدا على العلاقة. أنا كاتبهم حاجة مستمرة انه يطلب منك دايما انك انت تأكد على صفاته دي وتبين اعجابك بيها، الشعور بالاستحقاق انك تخدم عليه وانك تبقى دايما في طاعته وانك انت دايما تبقى خاضع ليه وهو حقه كده. استغلال النرجسي مستغل. النرجسي بيقطع علاقتك بكل الناس عشان تفضل عندك احتياج ليه. تاني، الناس اللي على الانستجرام، احنا على الفيسبوك ما فيش صوت على الانستجرام. الشخصية النرجسية عنده هشاشة رهيبة بتبان في المواقف وتحمله للمسؤولية، ما عندوش تعاطف اطلاقا مع اي حد، تنافسيته فيها اذى. فانت عندك حوالي تقريبا 9 أو 10 صفات لازم يتوفروا كلهم مع بعض. ولو ما توفروش مع بعض، لان احنا كلنا فينا صفات ليها علاقة بالكبر ورؤية النفس والعجب، فبلاش يا شباب نشخص حد انه نرجسي الا الطبيب هو اللي يشخص. فانا بس حبيت اجاوب الاجابة دي علشان نبعد عن الفرقة بتشخيص بعض بدون تدخل المتخصص.